القصة دي جاتني من أحد المتابعين واسمه سيف. فقبل ما نبتدي ما تنساش تشترك في القناة وتشغل الجرس وتحط لايك للفيديو. يوم 19 سبتمبر سنة 2013 وبالتحديد بعد ما رجعت من دفنة صالح ابن عمي، ما حسيتش بنفسي إلا وأنا بقلع هدومي وبترمي على السرير زي القتيل. غمضت عيني ورحت في النوم، وأول ما نمت شفت نفس الكابوس، ودي كانت المرة الخامسة على التوالي. الكابوس كان عبارة عن إني واقف فوق الكورنيش وبنط في البحر، وبمجرد ما أغرق والدنيا تضلم قبل ما نفسي بيروح بلاقي نفسي صحيت من النوم مخضوض. في المرة دي لما صحيت لقيتني باخد نفسي بالعافيه. مديت ايدي على الكومودينو اللي جنبي عشان اشرب ميه، وبعد ما شربت ميه كنت عايز اشوف الساعه كام، لكن ببص على الكومودينو لقيت ان الموبايل بتاعي مش موجود. رحت قايم من على السرير بسرعه وفتحت النور ورحت ناحيه هدومي اللي قلعتها قبل ما انام علشان اشوف فيهم الموبايل. فضلت ادور فيهم اكتر من مره لكن ما لقيتش اي حاجه. وقتها رحت على اخويا الصغير اللي كان سريره جنب سريري علشان اساله على التليفون. صحيته بسرعه ورحت قلت له: يوسف، هو انت ما شفتش تليفوني؟ فلقيته بيقول لي: عاوز ايه يا زياد؟ انا ما دقتش طعم النوم بقالي 5 ايام، وما صدقت انهم اخيرا لقوا جثه ابن عمك ودفناه عشان اعرف انام وارتاح. فرحت قلت له: بقول لك تليفوني مش لاقيه وشكله وقع مني. لقيت يوسف قام من النوم وجاب تليفونه وابتدى يتصل برقم. التليفون كان بيدي جرس عادي جدا، وده اللي طمني لان كده اتاكدت ان محدش لقاه وقفله. لكن الغريب ان اخويا فضل يرن كتير قوي، والمكالمه كانت بتفضل للاخر ومحدش كان بيرد، ولا انا كنت سامع اي صوت في البيت. فلقيت يوسف بيقول لي: انا تعبان بجد ومش قادر، خد موبايلي اهو ورن انت بقى براحتك ودور عليه. اخدت منه التليفون وهو رجع يكمل نوم. فضلت اتصل برقمي اكتر من مره وانا بلف في الشقه كلها، وكنت حاسس انه وقع مني هنا ولا هنا. وبعد ما فضلت حوالي ساعه ونص اتصل على الموبايل وادور، حسيت نفسي اني تعبت ومش قادر ادور تاني. قعدت على الكنبه وسرحت شويه واسترجعت في دماغي اليوم كله من اوله. اليوم بدأ بمكالمه عمي لابويا كان بيقول له فيها انهم لقوا جثه صالح، وان الجثه اتبعتت على مشرحه اسكندريه. وبعد كده نزلنا انا وابويا واخويا على المشرحه اللي كان فيها الجثه، وهناك لقينا عمي اللي كان منهار بعد ما ابنه غرق وما كناش لاقيين. وبعد كده استلمنا الجثه متاخر بعد ما الطب الشرعي قال ان الجثه غرقت بشكل طبيعي جدا. اخدنا الجثه الساعه 10 بالليل ورحنا على المقابر عشان ندفنها، وبسبب الضلمه اللي كانت في الجنازه كل اللي كانوا موجودين كانوا مولعين كشافات موبايلاتهم، واللي انا كنت واحد منهم، لحد ما عم عبده التربي جاب كشاف كبير ونورنا بيه وقدرنا نشوف كويس. ساعتها اخدت منه الكشاف وانا على سلم القبر، وحطيت الموبايل بتاعي في جيبي، ودي كانت اخر مره شفت فيها الموبايل. وساعتها قلت لنفسي: ده يا سودا لا يكون التليفون وقع جوه القبر. ومره واحده لقيت تليفون اخويا بيرن، واللي كان بيتصل كان الرقم بتاعي. ساعتها جسمي كله كان بيتنفض وكنت غرقان عرق وانا ببص للتليفون وهو في ايدي. جمدت قلبي ورديت على المكالمه وابتديت اسمع صوت خرفشه استمر لفتره بسيطه، وبعد كده سمعت صوت حد بيهمس من بعيد. بلعت ريقي ورديت بصوت مهزوز وانا بقول: انت مين؟ ووصلت الموبايل ازاي؟ لكن ما لقيتش حد رد عليا. قربت التليفون من ودني وكررت نفس السؤال، لكن المره دي لقيت حد بيجاوبني. كان صوت حد بيتنفس بالعافيه رد عليا بهدوء وبيقول لي: انا صالح يا زياد. ومرة واحدة سمعت صوت صريخ عالي قوي وناس كتير بتصرخ، أصوات كتير داخلة في بعض وكان من ضمنهم صوت صالح. رحت رميت التليفون على الأرض بسرعة ووقفت مكاني وأنا ميت من الرعب. كنت باصص على التليفون والأصوات عمالة تعلى كل شوية وبتزيد أكتر، لحد ما فجأة لقيت شاشة التليفون ضلمت والاصوات كلها سكتت. وقبل ما اقرب من التليفون واجيبه من على الارض سمعت صوت شخص بيتنفس وعمال يقرب عليا من ورا ظهري. لقيت نفسي اتسمرت في مكاني وانا مفزوع وقلبي كان هيقف. ومره واحده حسيت بايدين بتمسك في رقبتي وبتخنق فيا. حاولت اقاوم واضرب في الايدين دي واشيلهم من على رقبتي، لكن للاسف ما قدرتش. الشخص اتمكن من رقبتي وبيخنق بكل قوه، وخلاص حسيت ان روحي بتتسحب مني. واخر حاجه شفتها قبل ما الدنيا تضلم حواليا كانت وش صالح الشاحب وملامحه اللي مليانه غضب.
صحيت من النوم على صوت يوسف اخويا وهو بيقول لي ما تصحى بقى يا زياد، انا بقالي ساعه الا ربع بفوق فيه. قمت بسرعه وانا ببص حواليا وكنت مرعوب من اللي حصل. لقيت نفسي نايم على الكنبه في الصاله ويوسف اخويا واقف قصادي، والتليفون بتاعه كان مرمي على الارض، ولقيته ماسك التليفون بتاعي في ايده. رحت قلت له ده تليفوني، انت جبته منين؟ لقيته اداني التليفون وبيقول لي ده عم عبده التربي لسه جايبه دلوقتي، وقال لي انه لما خرج من اوضته اللي في الترب بالليل علشان يجيب عشاء سمع صوت رنة موبايل خارجه من المدفن بتاعنا، فتوقع انه تليفون حد فينا وقع منه واحنا بندفن صالح الله يرحمه. المهم انه فتح المدفن وفتح القبر، لقى فعلا ان الموبايل واقع على السلم، فاخده وخلاه معاه لحد ما النهار طلع وراح لعمك علشان يديله الموبايل. بس لما طارق ابن عمك قابله قال له ان ده تليفون زياد ابن عمي مش بتاعنا، فعم عبده اصر انه يجيب التليفون بنفسه علشان ياخد له قرشين. ولقيته دلوقتي بيخبط على الباب، ولما سالته انت لقيت التليفون فين حكالي القصه دي. خلص يوسف كلامه وانا دخلت على اوضتي وما ردتش عليه، ولما جيت افتح التليفون لقيته مخلص شحن. قمت بسرعه حطيته على الشاحن واستنيته يتشحن شويه علشان افتحه، بس بمجرد ما حطيت التليفون على الشاحن سمعت صوت ابويا وهو بينده علينا. ولما رحنا نشوفه عايز ايه قال لنا نلبس علشان ننزل نروح لبيت عمنا علشان العزاء. غيرت هدومي ونزلت مع ابويا واخويا، لكن نسيت التليفون على الشاحن، وفضلت طول اليوم مشغول في العزاء مع عمي وولاده وفي اسئله الناس عن الطريقه اللي وصلنا بيها لجثه صالح بعد ما غرق في البحر لمده 5 ايام. وفضلت واقف على رجلي طول اليوم بستقبل العزاء لحد ما اليوم خلص وروحنا على البيت انا وابويا ويوسف اخويا. وكنا راجعين تعبانين قوي كلنا، علشان كده ابويا دخل اوضته ونام على طول، ويوسف اول ما حط دماغه على المخده نام هو كمان. لكن انا بقى رغم اني كنت تعبان وحيلي مهدود معرفتش انام. رحت على طول على التليفون وفتحته وفضلت اقلب فيه. اول حاجه بصيت عليها كانت سجل المكالمات، واتفاجئت اني ما لقيتش اي مكالمه من تليفوني لتليفون اخويا، وكل المكالمات كانت من رقمه لرقمي. يعني المكالمة اللي انا رديت عليها امبارح دي كانت تهيؤات؟ طب واللي انا شفته بعدها وصالح اللي خنقني ده ما حصلش برضه؟ ساعتها بدأت اقتنع ان كل دي كانت تهيؤات مش اكتر، وده بسبب الضغط العصبي اللي كنت فيه. واكبر دليل على كلامي اني صحيت لقيت نفسي على الكنبة ولسه عايش. بس ازاي طيب؟ وتليفون اخويا اللي كان مرمي على الارض مين اللي رماه؟ هو انا بقيت بشوف حاجات مش حقيقية ولا التليفون اتعفرت لما وقع مني في القبر؟ فضلت قاعد بكلم نفسي زي المجانين وانا عمال اقلب في التليفون يمين وشمال لحد ما دخلت على الاستوديو، وهنا كانت المصيبة. لقيت اخر فيديو موجود كان متسجل بكاميرا التليفون بتاريخ امبارح بالليل. فتحت الفيديو وانا ببص لشاشة التليفون بتركيز. الفيديو كان شغال والشاشة سودة تماما وسامع صوت حد بيهمس بصوت واطي. ولما قربت التليفون من ودني سمعت الشخص ده بيقول زياد هتموت يا زياد، هتجيلي قريب يا زياد. وفجأة سمعت صوت صرخة عالية قوي خلتني رميت التليفون بسرعة من ايدي. التليفون كان واقع على الارض وكنت ببص عليه وانا مصدوم. لقيت الشاشة جابت وش صالح الشاحب وهو مبرق وشفايفه بتتحرك باسمي، وكأنه هو اللي ماسك التليفون وبيصور نفسه. ومرة واحدة وقبل ما اعمل اي ردة فعل لقيت الشاشة ضلمت والصوت سكت فجأة، والأوضة كلها قلبت ضلمة وشميت ريحة وحشة قوي وكأني في قبر. جريت بسرعة ناحية الأباجورة ولما نورتها شفت أكتر منظر مرعب في حياتي. لقيت صالح واقف قدامي وهيئته كانت نفس الشكل اللي شفته في التليفون، وشه شاحب وعينيه مبرقة لبره ومتكفن وعمال يقرب مني. حاولت أقرأ قرآن أو أقوم من مكاني، بس مرة واحدة حسيت إن جسمي اتسمر وكأني اتشليت وما كنتش قادر اتحرك تماما. ولقيت صالح عمال يقرب مني ببطء ومد ايديه حوالين رقبتي وفضل يخنق فيا لحد ما فقدت الوعي.
وتاني يوم صحيت على صوت يوسف اخويا وهو بيقول لي ان طول الليل كنت عمال اصرخ وانا نايم، وببص حواليا لقيت برضو التليفون بتاعي واقع على الارض، ولما فتحته وبدات ابص فيه ما لقيتش الفيديو اللي شفته قبل ما يغمى عليا. انا مش قادر احدد ان اللي بيحصل لي ده حقيقه ولا تهيؤات، وفضلت 3 ايام مش عارف انام نص ساعه على بعض، وكنت كل ما عيني تغمض اسمع صوت صالح طالع من التليفون ومره واحده بيظهر قصادي وبيخنقني لحد ما بفقد الوعي وبصحى بعدها على طول. وكنت بحس ان رقبتي بتوجعني قوي لما بصحى، ده غير الصداع اللي كان بيفرتك دماغي من قله النوم. وكنت طول الوقت ده مش بفكر غير في اليوم اللي غرق فيه صالح. ما هو انا وصالح في اليوم ده كنا طالعين رحله مع زمايلنا، ووقت ما كنا في الميه كلنا اخدت صالح وبعدت عنهم شويه وطلبت منه انه يتحداني ونشوف مين فينا اسرع في السباحه ومين هيقدر يوصل لعمق اكتر. وفعلا ابتدينا نعوم، ولما بعدنا عن عينين صحابنا رحت مقرب منه وشديته لتحت. ايوه انا اللي قتلت صالح، انا اللي استغليت انه ما كانش بيعرف يعوم كويس وغرقته، واستغليت انه انسان مغرور وبيحب نفسه وشكله قصادي وغرقته لانه اخد مني سارة، أول حب في حياتي. سارة كانت أقرب واحدة ليا في الدنيا من بعد وفاة أمي. أنا ما كنتش بحب حد في حياتي قدها، محدش عرف يحبها قدي. وفي اليوم اللي كنت خلاص رايح أصارحها فيه وأقول لها إني بحبها وعايز أخطبها، اتفاجئت لما قالت لي إنها ارتبطت بصالح وإنها فرحانة قوي إنه ابن عمي أقرب صاحب ليها، وقالت لي إني أنا بالنسبة لها زي أخوها لإني مش لبق في الكلام زي صالح، زي أخوها لإني ما عنديش الغرور اللي كان عنده، زي اخوها لانه ما كانش شكل حلو وكل البنات بتجري ورايا زيه. انا ساعتها اتمليت غل من ناحيته، وفي نفس الوقت ما قدرتش اسكت. انا خططت وقررت اني لازم اتخلص منه. بعد ما ارتبطوا باسبوع طلعنا سوا الرحله، وفي الرحله دي انا غرقته، ووقتها عملت نفسي اني انا اللي بغرق، فزمايلي انشغلوا بيا وحاولوا ينقذوني، وفي نفس الوقت صالح غرق ومحدش اخد باله منه، ولحد اما طلعوني على الشط ونزلوا يدوروا عليه كان البحر بلعه. وحتى لو ما كانش البحر بلعه انا ما عملتش نفسي اني بغرق لحد ما اتاكدت انه غرق ومات، وكنت متوقع اني بعد كده هعرف اوصل لقلب سارة لاني اقرب واحد ليها، لكن في الحقيقة اللي انا عايزه ما قدرتش اعمله. فضلت 5 ايام بشوف نفسي وانا بغرق في الحلم لحد ما المنقذين لقوا جثته وسلموها للشرطه. وطول الفتره دي انا كنت بوهم كل اللي حواليا اني اكتر واحد حزين عليه لانه مات قصادي في البحر، بس في الحقيقه انا اللي قتلت. وانا دلوقتي ندمان اشد ندم على عملتي السودة دي، واللي بسببها انا بقيت عايش في جحيم. رحت لاكتر من شيخ كذا مره لكن مفيش فايده، لحد ما قررت اني هعمل في نفسي زي ما عملت في صالح. انا لازم اموت غرقان زيه، انا لازم اروح له زي ما بيقول لي في كوابيسي. فياريت دلوقتي كل اللي بيسمع الكلام ده يدعي لي بالرحمه والمغفره، لان بعد اخر كلمه انا هكتبها في المذكره دي هكون نطيت في البحر وميت. لو عجبتك القصة ما تنساش تنزل تقول لي رأيك تحت في الكومنتات، وتحط لايك للفيديو، وتعمل سبسكرايب علشان يوصلك كل القصص الجديدة. وصباحك بطيخ.